عليكم ورحمة الله وبركاته. أولا مبروك النادي الأهلي، ألف 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 مبروك النادي الأهلي، تعيشوا وتكسبوا أعظم أندية العالم اللي هو نادي الزمالك اللي هو النادي بتاعي. بصوا يا جماعة، منكرش الماتش عظيم، الماتش فظيع، الأهلي عمل كل حاجة، لم النجيلة تمام وحطها في قراطيس، والزملكاوية خدتهم في الكيس. لما يعني تلات ارباع العالم كله بيتفرج علينا، حرام اللي بيتم ده، حرام والله والله العظيم حرام. لما مصر يوقف المجال الجوي والرافال تلف القاهرة هي والأباتشي، يبقى لينا درع في البلد تمام، ويبقى ليك دراع عافي توري العالم. يا جدع ده انت أول مرة تطلع طيارة فوق السفارة الإسرائيلية، يا بارد يا ابن الباب، نزل عامل ايه؟ ربنا يشفيك، ربنا يشفيك. غلبتوا الزمان وانتوا 10 سنين بتدفعونا ايه الجديد؟ يعني احنا هنتصدم واو ايه ده الاهلاويه غلبونا؟ لا عادي، خلاص نحسنا يا عم، اتصدينا. لا شبطكوا مؤمن زكريا، ايه مؤمن؟ هو مؤمن بتاع، هو انت لما مؤمن ده كسب اداك حته من الشورت وانت مروح هتبروزها؟ تعبيط يا ابني، حاجه تحرق الدم والله. لما البلد كلها ما تحتفلش بالرافال وبقوة الجيش بتاعنا وتحتفل بالاهلي كسب وبنات واقفه، ربنا يشفي كل مريض. ايه اللي انتوا فيه ده؟ تمام؟ ايه العبط ده؟ احنا بقى باردين بقى، احنا بقى كزملكاويه باردين. لما يجي ايمن حفني هنفسسكوا تك 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 تك. لسه البطوله الافريقيه ده يصبروا على رزقكم. لا يعني الشباب ما بتشتغلش، ما لو بتشتغل كان عملوا قروض. تمام. والتاني ده مين تاني يا ربي؟ وحسام غالي اخبار الكباري. العبط التاني، ايه العبط اللي فيه الشباب ده؟ يا عيني ما فيش شغل، هبل، تخلف عقلي يا عيني، العيال ضربت ايه غلبناكوا. هجددها لكم البطوله الافريقيه جايه، وعبط بقى وبقى عبط. لسه في ايمن حفني الشيكا راجع. ايه يا جدعان؟ يعني الجيش بيحتفل ان بقى لينا درع وهنحمي البلد دي، ومصر كلها بتحتفل ان الاهلي غلب الزمالك. ايه الغلاسه اللي انتوا فيها دي؟ وايه الحاجه؟ ايه الهبل ده؟ أمانة الله يرحم أبو تريكة كان بيسجد في الأرض وبيحمد ربنا. أنا شايف مرحلة جيل الأهلي اللي جاي فيه تخلف بقى، في النهارده بكرة تعوروا نفسيكوا، هتبقى بهدلة، ده انتوا هتعيشوا أيام سودا. والله وبعد كده البنات بقى هتمشي وهتشوف أشكال منكم يا عمهم ده. ألف مبروك والله على النادي الأهلي من قلبي، بس انتوا ايه اللي بتعملوه ده؟ واللي يجي لك بقى الإعلام مدحت، أنا نسيته، مدحت شايف بيقول لك يوم الكباري يا دم بيت سفر أهلك. يوم الكباري ايه يا عم البيت؟ تمام؟ واللي بتاعنا الفنانين طيب كل واحد بقى مبروك للنادي الاهلي، عمل ايه؟ غلبنا، ما مليتوش، احنا ملينا. احنا لو كسبناكم مش هتبقى صدمه لينا، ليه؟ 10 سنين جيل تريكا وبتاع، ومن الاخر احنا اخر حاجه غلبناكم ايام ما جوزيه لعبنا مع العيال الشباب، وشايناكم 2-0، الله يمسيه بالخير بقى بحال معانا. انما ايه اللي وكل الصفحات بقى جريدة الوطن واليوم السابع كلهم الشباب تحتفل عند نادي الزمالك. ايه يا جدعان؟ ايه؟ انتوا بتحتفلوا بايه؟ غلبتونا، احنا بقى باردين، خدنا الدوري يلا حاجة جديدة متخلفة. احنا كمان. ايه العبط ده؟ ايه التباتة؟ ايه التباتة اللي نزلت على ام الناس دي؟ طيب عاكلين بقى عليكم؟ ال 24 شهيد محدش جاب له حقهم، وحسن حمدي اللي قال برقبتي رقبته طارت. الزملكاويه اللي زعلانين على ال 2-0 بس، في 22 واحد ماتوا، كان المفروض الدوري يقف زيهم زي بتوع الاهلي. انتوا فين؟ بس بس ده اللي انتوا فالحين فيه؟ حسن حمدي من اول مذبحة بورسعيد قال لكم برقبتي عيبكم في رقبتي، فين حقهم؟ شفتوا التفاهه اللي انتوا فيها؟ والالتراس اللي طالع يقول لك لا ماتش مش عارف ماله، واحنا عملته. مش دول برضك اللي هو حق اخواتنا يموت زيهم، نجيب حقهم يموت زيهم؟ يا اهلاويه باضت كده خلاص، 74 يلا وراحوا يجي غيرهم. والزملكاويه كملتوا الدوري ليه؟ عشان في الاخر تاخدوا الدوري
ومرتضى منصور انا جبت لكم الدوري، والعيال اللي ماتت. لكن عندنا ده احنا عندنا بص، انا زملكاوي، بس الولد انس الله يرحمه بتاع الاهلي ويسامحه يا رب يجعله مع الشهداء، بشوف ضحكته بتعب، ببقى عايز اعيط. انما انتوا لا، غلبناكوا، ده اللي انتوا فالحين فيه. بس انا وقعتني شويه. اما الزملكاوي يحتفل بالدوري ولقى اخواته اللي ماتوا 22 نفر ماتوا في يوم من الايام، اتزنق عليهم الباب بيقولوا للامن احنا بنموت احنا بنموت، وهم ولا هنا. مش بشيلها للامن والله، هو ده عمر ربنا كاتبه. بس اللي جاي تفرح بالدوري او جاي زعلان على الماتش ده، المفروض كنت الدوري ده يقف. اسوى باخواته بال 74 اللي ماتوا. انما لا، الاهلاويه اللي نازلين وجايين عند نادي الزمالك والصبيان والبنات على القهاوي عاملين مش مكسوف من نفسك وانت واخد صوره زي اللهبل كده؟ حتى ما عملتش يا اخي ثانويه لاخواتك اللي ماتوا، روح عند الاهلي وقفوا كده يعملوا تجمع قولوا حق اخواتنا فين. انما لا، كله بيقضيها مصالح يا زميلي. ومبروك للاهلي، وزي ما انتوا عايزين عبط قدام عبط، الف مبروك للاهلي. السلام عليكم.